النيلي اللي هي بتعيش في الميه. طبعا في كده يا جماعه هي جافه، ودي طبعا كائن هادي جدا. الصحراوي بيبقى اهدى من النيلي بيعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة معاكم أحمد شويبس، وطبعا بعد ما اتكلمنا عن أسعار السحالي وطبعا شفنا اللي هي الصحراوية واللي هي النيلي اللي هي بتعيش في المية. طبعا النهارده هنخلي أحمد اسكندر يقول لنا ازاي الحاجة دي بتتربى وازاي بتعيش في المناخ وبتاكل ايه وبتشرب ايه والكلام دوت. طبعا اولا ده اسمه ورا النيلي وورا الصحراوي. الورا النيلي عشان تربيه زي ما قلنا بتحتاج الورا النيلي عشان تربيه بتحتاج علبه كبيره او حوض، بتبدا تحط فيه واحد او اتنين حسب ما انت عاوز، وبتبدا تحط جزء ميه بحيث لو ينزل يبل نفسه فيه وبيطلع. هو كان بره الماء، هو يعني يبل نفسه وبيطلع، يعني بيعيش بره وبيعيش جوه، بيعيش بره الميه وبيعيش بينشف مثلا وبيجف، بيبدا يخش يبله تاني من الميه وبيطلع تاني. تمام. طبعا لازم له حراره. الورلات بتحب حراره، يعني حراره وميه. حراره انك تحط له لمبه. في الصيف مش بتحتاج، زي ما احنا شفنا طبعا الحلقه اللي فاتت، وهو انت بتجيبه من قبل الميه. الصيف مش بتحتاج. تمام. الورلات بتحب الشمس جدا، يعني على قد ما تقدر شمسها. هي في الشمس مش هتقول لك لا. تمام. الشمس عامل مهم جدا في تربيه الزواحف، انه بيخلي الزحف يكبر. الشمس بتستمد من الشمس فيتامينات وكده، بتخلي ايه يعني مثلا لو عندي العلبه ديت او جاي حاططها في البلكونه. يعني زي ما انتم شايفين مثلا بنخلي العلبه من فوق سلك بحيث لما نطلع نشمس الشمس تخش على طول على الزحف. يعني ديت كده يعني من فوق سلك يا جماعه كده، زي ما حضراتكم شايفين هو بيقصها وبيخليها سلك من فوق، وبعد كده بيحط فيها علبه ميه تحت، وهي بتطلع طبعا تخش البر نفسها وترجع تاني. يعني بنوفر لها البيئه المناسبه ليها. البيئه المناسبه ليها. الصحراوي ما بيحتاجش ميه. طبعا الصحراوي بره يعني. الصحراوي ما بيحتاجش ميه، بيحتاج علبه بس ومحتاج لمبه. طبعا بالنسبه بقى للحاجات ديت مهما كبرت برضه ما بتاذيش. هي اخرها عض بس، العض بتاعه يبقى حبه خرابيش او تعويض وبس. وبعدين يعني مثلا اول ما بتيجي مثلا من الصيف بتاع شمس الجوات زي ما انتم شايفين، يعني دي تعتبر صيد حديث، مع الوقت بتهدى وبتاخد على الانسان. يعني هي عشان خاطر كانت عايشه في الطبيعه هي لسه خايفه، مش واخده على مسكه. ده من بقاله مده عندنا، عشان كده هادي. ما انا شايف كده ان الورلات بتعرف صاحبها جدا. الورلات من الزواحف اللي بتعرف صاحبها جدا. الايه؟ الورلات. هي السحليه يعني. لا، ما في سحالي، في حاجه انواع ثانيه. الورلات النوع الوحيد من السحالي اللي بيعرف صاحبه هو الضبوب. في نوع ثاني اسمه الضبوب، يعني مثلا زي القطه وزي الكلب وزي الحاجات دي. طبعا احنا طب اكلهم ايه بقى؟ اكلهم النيلي بتبدا تاكله مثلا في طبق ممكن ياكل سمك، ممكن ضفادع صغيره، ممكن بقى بجانب اللي هو ايه قطع فراخ. طبعا نيه. نيه طبعا. كله نيه. اكل لحوم نيه يا جماعه. ممكن فرقانها مايس من اللي احنا وريناكم بتاعت التعبين، اللي هي صغيره. تمام. اي فريسه اصغر منها. تمام. لكن الصحراوي بياكل اي برضه حاجه اصغر منه، ممكن كتاكيت، ممكن حاجه اكبر منه ياكل سمان. طبعا بنحط له الحاجه دي حاجه او ممكن تحط له فروزن جمال في قلب مثلا البتاع اللي احنا بنعمله ده، البوكس بتاعه، وهو بياكله حي. في ناس ما بيجيلاش قلب اللي بترمي الفريسه حيه للزاحف. هنعمل ايه طيب؟ بتبدا ممكن تجيب كتكوت. ممكن تاكلها كتاكيت، ممكن تاكلها سمان. ممكن ما تاكلهاش حي خالص. تبدا مثلا تجيب لها مثلا. بتاكل كل قد ايه اصلا الورلات؟ ممكن يوم او كل يومين. الورلات ممكن تاكل يوم او كل كتكوت واحد بس. كتكوت كل يومين حسب حجمه. يشرب ميه طبعا اكيد. برضه. النيلي مش محتاج انك تحط طبعا طبق ميه، اللي هو طبعا عنده ميه بينزل بيغطس فيها وبيشرب وبيطلع. وبيبقى جسمه علشان ده بيبقى الصحراوي بتحتاج برام ميه صغير. اللي هو بيشرب منه عشان هو اساسا ما بيعوزش ان هو معاه يعني حاجه تبل جسمها زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هي جافه، ودي طبعا كائن هادي جدا. الصحراوي بيبقى اهدى من النيلي بيعمل. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شفتوا كده كيف تربي السحالي، وطبعا بياكلوا ايه، وطبعا اي معلومه احنا ما قلناهاش عندكم رقم احمد اسكندر هيرد عليكم في اي تعليق انتوا تقولوه بالتليفون. وطبعا كان معكم احمد اسكندر واحمد شويبس. طبعا ما تنسوش لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.